ده السكوتر اللي انت عايزه عمرو صح؟ ايه ده؟ ده سكوتر نازل من شركه جالاكسي او شركه ايرو عموما، وده موديل اسمه جالاكسي. بس في 2 جالاكسي، في جالاكسي 1 وفي الاتش 2 او، وده يعتبر الاصدار الاخير او الفيس ليفت بتاع الاتش 1. طبعا عمرو سؤال هتسالني ايه الفرق ما بين الاتش 1 والاتش 2 او الجالاكسي 1 اللي معروف في السوق والاتش 2 او. طبعا الشكل يعتبر قريب جدا، ولكن مساحه الكرسي بتاعه الجالاكسي 1 اكبر شويه، ومش هتلاقي فيه كل المسند بتاع الراك ده الخلفي. ولكن هنا عشان هم كانوا حاطين توب بوكس على الدفعه الاولى والبوكسات خلصت، ولكن هو بتستلم السكوتر بالبوكس بتاعه، فهتلاقي هنا عمر ان الاتش 2 او الراك الخلفي بتاعه طويل شويه. خليني اقول لك بقى مواصفات السكوتر. مبدئيا كده السكوتر ده كهرباء، وزي ما انت شايف انا جيت ومفيش صوت خالص، والصوت سايلنت. ليه؟ لان هو كهرباء. ده بقى اللي احنا هنتكلم عنه النهارده، ان السكوترات الكهرباء بدات تنتشر بشكل كبير جدا في السوق المصري، زي البراند اللي قدامنا ده من شركه ايرو، وهو جالاكسي والموديل اسمه اتش 2 او. خليني اقول لك بقى يا صديقي المشاهد ان السكوتر ده نازل على موتور 1500 واط، بس فيه اوبشنز احسن من الاتش 1. وايه هو؟ مبدئيا السكوتر ده بيجيب اقصى سرعه ليه وهي 60. تعالى يا عمرو ثانيه واحده، نفتح كده هنا العداد، وهو فيه 3 مستويات. الاول جايب باركنج، ثالث سرعه. بس في حاجه يا عمرو ثانيه واحده خدت بالك منها؟ في حاجه غريبه. المستوى الاول، بص تعالى كده، المستوى الاول جاب معانا كام؟ جاب معانا 55. طب تاني مستوى جاب معانا 65. طب تالت مستوى جاب معانا 65. فده يدل ايه؟ يدل ان هو يعتبر تاني مستوى برضو. بص بس في صوت الموتور تحس ان هو واطي شويه. بص التالت على. فهل ده هيمشي فعلا 65 كيلو؟ العزم ممكن تفتكر؟ ما تفتكر دي برضو نقطه. طبعا هو الشاشه الديسبلاي عموما بسيطه جدا، فيها الكيلوات وفيها المشي اللي انت مشيته وفيها التشارج بتاع البطاريه. طيب خليني اقول لك ان البطاريه هنا بتتشحن من 6 ل 8 ساعات، وده نازل على نظام بطاريات ليد اسيد. بس الميزه فيه ان انت هنا يا عمرو هتلاقي كابل تاني طالع لك زي ما انت شايف، تقدر تحط فيه بطاريه اكسترا ليثيوم. المشي بتاع البطاريات ده يمشيك 60 كيلو على الشحنه الواحده لو فول تشارج. لو حطيت كمان بطاريه ليثيوم يمشيك 50 كيلو او 60 كيلو على الشحنه الواحده. فاصبح ان انت هنا لو اشتريت بطاريه اضافيه على الجلاكسي يقدر ان هو يمشيك 100 كيلو مرتاح. وده لو انت حبيت تشتري بطاريه اضافيه. طبعا هنا هتلاقي عندك زرار اون واوف. طبعا زي ما انت شايف هنا انا فصلت خالص اهو. ده طبعا الباور بتاع البطاريه الزياده، وهنا طبعا العمومي اللي تقدر تفصل منه هنا الكهرباء عن السكوتر خالص. طيب خليني اقول لك ان شركه ايرو منزله ضمان على السكوتر ده سنه، وبتاخد ضمان منهم، ودي حاجه كويسه جدا. غير كمان ان هم عندهم جميع قطع الغيار كاجزاء فبر او كجنوط او كموتور او كنترول، فدي حاجه كويسه. خليني اقول لك ان 1500 واط دلوقتي على الحجم ده على وزني، ان انا مثلا لو وزني 110 على طولي، انا مبدئيا طولي 182، مش صريح ان انا هبقى قاعد مرتاح. عمرو ممكن يبقى قاعد مرتاح، لكن انا بالنسبه لي التحكم مش هيبقى افضل حاجه، ولو هقعد كويس لازم بقى اقعد ورا، فانا عمري ما هقعد ورا. فبالنسبه للطول انت عمرو ممكن وزنك او طولك يجي معايا صح؟ يبقى مظبوط نفس الاس ار قعدته. لا انا حاسس ان ده اوطى شويه. لو انت طولك من 160 ل 170 هيبقى الطول بتاعك مرتاح جدا وقعدتك كويسه جدا، حتى لو يكفي شخصين. برضو هتلاقي عندك هنا زي مشبك تقدر تحط حاجتك، وهنا في درج عشان تقدر تحط التليفون، وشاحن يو اس بي تقدر توصل بيه. هتيجي من قدام عمرو، مبدئيا هو نازل على جنوط 10 قدام ورا، وهنا عندك الفرامل على ماستر، وورا برضو على ماستر. الوش القداماني في اضاءه ليد بالكامل زي ما انتم شايفين. هو تحس قوي يا جماعه ان هو السكوتر شبه السكوترات التقليديه. يعني بص عامل شبه ده كده، هات لي كده، تحس ان هو شبه بعض صح؟ تحسه سكوتر اصلا ايه؟ بنزين مظبوط. طبعا نازل بثلاث الوان، اللون الازرق او اللبني مع الاسود، وكمان اللون الرمادي. خليني اقول لك ان الشركه كجالاكسي الفتره دي بدات تنتشر في السوق، وهي اللي بتقيم نفسها عن طريق العملاء. زي ما انا قلت لكم الفتره الجايه هنشوف الكهرباء بتغزو الشوارع المصريه، وهيبقى في ناس كتير جدا مهتمه بعالم الكهرباء. وعندك نوعين، يا الا تختار ان انت تشتري سكوتر ليد اسيد او ليثيوم. هنا مديك اوبشنز للاثنين، ان انت تقدر تتحكم وتخليك ماشي على الليد اسيد، وكمان تختار ان انت تزود الليثيوم. معنى كده اسامه لو السكوترات البطاريه دي باظت
هل الكونفرت اللي معمول ان انا ممكن بس امشي بالبطاريه الليثيوم؟ فعلا بالظبط. بص عموما البطاريات الليد اسيد في العموم بتبوظ من رينج سنه لسنه ونص عموما، يعني بتبوظ خالص ليها بص من الاخر اي بطاريه بتقل الكفاءه بتاعتها. بتقل الكفاءه وبتبوظ، لان مش شرط كلها يبوظوا مع بعض، ممكن بطاريه تبوظ قبل البطاريه الثانيه، ولكن خليني اقول لك ان اي بطاريه ليها عدد سايكلز بتعملها، يعني مثلا 700 سايكل 700 شحنه وبتبوظ بعد كده. ده بالنسبه للبطاريات دايما اللي هي الايه الليد اسيد. فانت قدامك الاختيار ان انت تشتري ليد اسيد او ليثيوم او تشتري الاثنين مع بعض. وقولوا لي بقى تحت في ما الكومنتات. قلتليش سعر طيب. طب انت السعر عايز تعرفه؟ سعر السكوتر دلوقتي 39,000 جنيه. اشوفكم على خير. يلا سلام.